مش ابراهيم صلاح لوحده، والله الحمد لله الفرقه كلها عملت مجهود كبير وادت مباراه كبيره جدا النهارده، وقدرنا الحمد لله نكلل مجهوداتنا دي بالفوز 3-2 على النادي الاسماعيلي. طبعا فرقه كبيره وفريق له تاريخ وفريق كبير جدا، والحمد لله الاداء والنتيجه النهارده راضيين بشكل كبير عنهم النهارده الحمد لله. ابراهيم، المباراه كانت صعبه النهارده، راحت وجات اكتر من مره. اكيد طبعا، بقول لك احنا بنلعب النادي الاسماعيلي فريق كبير مش فريق صغير، وفريق له تاريخه وممكن يكسب اهلي ويكسب زمالك، لكن احنا النهارده كنا مركزين جدا على الفوز، والحمد لله النهارده الجمهور الكبير اللي جه ورانا ده ما كانش ينفع يزعل يعني ويروح زعلان. تعادل الاهلي مع الجونه امس كان حافز لكم النهارده؟ اكيد طبعا، لان احنا كده الحمد لله احنا فضلنا على القمه، وان شاء الله نفضل عليها لنهايه الموسم ان شاء الله، ونزلنا مركزين جدا، وعشان كده احنا لما بنركز ما بنبصش للفريق اللي قدامنا، بنقدر نعمل مباراه كبيره، والنهارده الحمد لله من اول دقيقه نزلنا مركزين، وعشان كده ربنا كافئنا وقدرنا نفوز بالمباراه. شكرا لك يا ابراهيم. علاء علي، احد نجوم اللقاء، فوز صعب، فوز مهم نادي الزمالك النهارده، شايف الفوز النهارده من خلال وجهه نظرك النهارده؟ الحمد لله على المكسب. الحمد لله قضينا بشكل كويس النهارده، الحمد لله اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها رجاله. المهم عندنا عوضنا ماتش الجيش، وان احنا كمان في الصداره لسه الحمد لله. شايف ان الزمالك هيتمسك بالصداره ان شاء الله لاخر الدوري هنتمسك بيها ان شاء الله. ايه سر التغيير في اداء نادي الزمالك في المباريات الاخيره؟ شايف التركيز عالي والروح عليت، وبقى في حماس وبقى في ضغط في الملعب حتى على الخصم، دي بتركبنا الماتش من اوله. بتفكروا في مباراه القمه ما بين الاهلي من دلوقتي؟ لا، احنا بناخد كل ماتش بماتش ونخلص ماتش بماتش ان شاء الله، نفكر في النادي الاهلي ان شاء الله. كل فرقه عايزه تكسب، فالطبيعي السنه دي كل الفرق هيدخل فيها اجوان، وكل الفرق هتجيب اجوان، ودي الامور الطبيعيه، لكن الفرقه اللي نفسها اعلى هي اللي محمود، المباراه كانت صعبه النهارده خاصه على المدافعين. في خطا دفاعي منكم في الهدف الاول اللي جابه النادي الاسماعيلي، انت كنت ملاحظ ان كان في خطا دفاعي زي ما الكابتن طارق قال؟ كابتن طارق سليمان بتاعنا حبيبي. لا لا، هي كوره اساسا اخطاء دفاعيه، يعني الطبيعي ان لما يدخل فيك جون اكيد خطا دفاعي، يعني لما يجي فينا جون هيبقى من كابتن طارق مثلا، او اكيد لازم خطا من شيكابالا او من جعفر، اكيد مننا يعني، سنة الحياة، واحنا حظنا ان احنا بنلعب مدافعين يعني الف مبروك على الفوز وعيد سعيد. محمود، المباراة النهارده كانت صعبة خاصة على المدافعين النهارده. انت بتلعب فرقة كويسة ومحترمة، عندها مهاجمين ما شاء الله كويسين، والبدايل كويسين، شفنا احمد علي النهارده نزل جاب جون اول لمسة، فرقة محترمة، لكن الحمد لله كان ربنا الحمد لله موفقنا. عدم فوز الزمالك على النادي الاسماعيلي خلال السنوات الماضية سبب لكم ضغط عصبي ونفسي في هذا اللقاء؟ لا والله يعني ما بنفكرش في الحاجات دي، احنا لنا طموح ولنا هدف، يعني الحمد لله بنلعب على الدوري والماتشات كلها صعبه، لكن احنا نازلين ماتش مركزين مع ماتش الاسماعيلي، عارفين انه ماتش قوي فمركزين ونازلين، طبعا كل شيء باذن الله، بس نازلين عايزين نكسب يعني، ومفيش بديل غير المكسب بعد ماتش الجيش، فلازم نكسب النهارده، ما ينفعش نقع يعني. محمود، بصراحه شايف فرصه الزمالك هذا الموسم على المنافسه على لقب الدوري المصري هذا العام؟ والله احنا دلوقتي يعني اول دوري، يعني دلوقتي بعد الماتشات اول دوري، فطبيعي ان خلاص منافس يعني، وطبيعي كمان ان نادي الزمالك نادي بطولات طبعا، فاي بطوله بيلعبها حتى لو بالناشئين ان هو بيلعب على الدوري وبينافس، فانا شايف ان احنا لغايه دلوقتي الحمد لله الامور ماشيه مستقره، وعاملين ماتشات كويسه، وشكلنا الحمد لله برضه كويس في الملعب، ربنا بس يكرم الماتشات الجايه، والماتشات الجايه عندنا ماتشين 3 صعبين ورا بعض، فربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله. شايف ان المنافسه هتنحصر فقط ما بين الاهلي والزمالك؟ يعني مش يعني في فرق كتير طبعا محترمه، الفريق المصري ما شاء الله شكله حلو قوي السنه دي، فريق انبي شكله حلو، الاسماعيلي ما شاء الله فرقه محترمه، طبعا الاهلي طبعا اي بطوله برضه بيدخل فيها بيبقى منافس قوي، طبعا الزمالك برضه منافس قوي، لكن حاسس ان الامور هتبقى اهلي الزمالك، حاسسها يعني. اخر اخبار تجديد فتح الله مع نادي الزمالك؟ انا هقول لحضرتك حاجه بس، عشان الكلام كان الفتره اللي فاتت كان زايد شويه، واللي ليه في القصه واللي مالوش، واللي بيفهم في الكوره واللي ما بيفهمش، واي حد يقرا اي خبر بيردد ان نادي الزمالك بيعملوا الموضوع اللي هم بيعملوه، يعني ده موضوع التبرعات والحاجات دي عشان فتح الله وشيكابالا والكلام ده، وللاسف ناس مع احترام طبعا الناس كلها، ما كنتش حابب اتكلم الفتره اللي فاتت، بس هنا في مصر لازم تتكلم عشان الناس تسكت، لو ما كلمتش الناس هتتمادى وتتكلم وتصدق نفسها. نادي الزمالك عمل الموضوع ده مش عشان ولا فتح الله ولا شيكابالا، انا لسه لي سنه، يعني انا لسه لي سنه، عقد هيخلص في 8 اللي جاي، يعني لسه لي سنه، وشيكابالا برضه مش عارف تقريبا لسه له، المهم اتكلم عن الناس ان انا لسه لي وقت، فلا الزمالك بيعمل عشان عنده مشاكل. طلب 3 مليون و4 مليون و5 مليون، فتح الله قعد مع المهندس عادل القيعي طلب 20 مليون، ده حاجه تخص الاداره وفتح الله بس، ما فيش حد ثالث طرف ثالث يخص الموضوع ده، فتح الله طلب جنيه 2 3، اولا كل الاخبار اللي كانت بتيجي كلها مش مظبوطه، كل الاخبار اللي بتيجي في الجرائد او النقاد بيقولوها والكلام ده كله مش مظبوط،
للاسف الناس ما بتبقاش متاكده من حاجه وبتفضل تتكلم وخلاص وتقطع وتشتم والكلام ده. ناس اكيد اللي بيقولوا حاجات مش متاكدين منها اكيد انا بقول انهم ناس مش محترمين. لكن التفاوض الطبيعي ان لما تتفاوض مع نادي اكيد بتطلب، يعني هتتفاوض مع نادي هتعمل ايه؟ ما بيطلب حاجه وهم بيعرضوا حاجه. فتح الله بصراحه ساومت بالاهلي. انا عايزك تسال اداره نادي الزمالك، اي حد مسؤول في نادي الزمالك اساله انا ساومت ولا لا. انا ولا قلت ولا ذكر، انا طبعا بحترم النادي الاهلي جدا وجمهوره بحترمه جدا، لكن انا عمري ما قلت ان انا بساوم الاهلي او انا قعدت مع الاهلي او كلمت الاهلي او الكلام ده خالص. ما عادش مع المهندس سعد القيعي ولا مع بقول لك ما عادش مع اي حد. لكن الموضوع بدا من اول السنه، الاعلام هو اللي سخن الموضوع وقال لك اهلي وزمالك مش عارف ايه، مع ان الانسان عادي شغال. فاذا المسؤولين في الزمالك يعني حسوا كده او ما كانش عندهم ثقه فيا، فاكرين ان انا مثلا بتكلم من وراهم. انا اطلاقا ما اتكلمش مع الاهلي ومحدش من الاهلي كلمني وانا ما اتكلمش مع حد وعادي شغال. ده قصه ثانيه. موضوع لم الفلوس والكلام ده عشان برضه في ناس بتفضل تقول هنلم عشان فتح الله ويلموا عشان فتح الله وفتح الله بيساوم وفتح الله مش عارف ايه، ولا بيلموا عشان الكلام ده. في مشاكل في النادي والنادي عايز فلوس ومحتاج فلوس في حاجات تانية، اولويات تانية اولى مني، انت فاهم. انا لسه السنه يعني لسه عقد هيخلص شهر 8. فانا الناس دي طبعا للاسف بتتكلم وخلاص، شغالين نفسهم بحاجات انا شايف انها يعني ما تهمهمش كتير، لكن ربنا يهديهم يعني. شكرا لك فتح الله بالتوفيق. والان عوده اليك زميلي كابتن حازم الكديكي والى لقاءات اخرى من استاد القاهره الدولي.